أحمد السقا أعلن إن هو طلق مراته أم ولاده. وقت الفجر كده والناس نايمين، أحمد السقا قرر يطلع إن هو يعلن عن طلاقه عن زوجته مها الصغير وأم ولاده بعد 6 شهور من الانفصال الفعلي وشهرين من الطلاق الرسمي. أكد إن هو دلوقتي بيعيش لأولاده بس ولشغله ولدايرة الناس المقربين منه اللي هي والدته وأخته، الناس المقربين قوي بس منه. وفي البوست اللي هو كتبه على السوشيال ميديا وأعلن فيه خبر الطلاق قال إن هو بيتمنى لأم أولاده الستر، وحط كده كلمة الستر ما بين قوسين، وطلب من الصحفيين ومن الصفحات الكبيرة إن هم ما يقعدوش يستنوا منه إن هو يرغي في الموضوع ده. السقا كمان قال سبحان مغير القلوب ومبدلها. الجملة دي لوحدها تقيلة قوي ووراها رسالة احنا مش فاهمينها بس هو أكيد عارفها. اكتر بقى جملة لفتت الانتباه في البوست اللي كتبه احمد السقا لما قال اعتقد اني انا اعلنت وان هي اتأخرت، وده في قمة الذوق والاحترام والرقي. وفي اخر كلامه ختم الكلام وقال انا فوجئت زيكم بالظبط. ودي جملة غريبة، واللي قرأ الرسالة كلها أكيد حس إنه مش بس إعلان لخبر الطلاق ما بينهم، لأ دي كمان فضفضة وفيها رسائل مخفية جوه الرسالة اللي هو كتبها قدام الجمهور. فهل يا ترى هو اللي طلب الطلاق ولا هي اللي طلبت الطلاق؟ خصوصا ان احنا كان بقالنا كذا سنة كل شوية يطلع اخبار ان احمد السقا ومها الصغير اتطلقوا، وشوية ويبدأوا يقولوا لأ مفيش حاجة من الكلام ده، وشوية يطلعوا يقولوا ان هما اتطلقوا، وشوية هي تطلع ترد وتقول مفيش حاجة من الكلام ده، وشوية وهو برضو يطلع يرد، لحد ما تفاجئنا ان هو اعلن خبر الطلاق على الفجر النهاردة. وطبعا مفيش دخان بدون نار، طالما الاخبار طلعت كده من فترة فاكيد كان في مشاكل، بس كل اللي احنا بنتمناه ان ربنا يسعدهم في حياتهم اللي جاية، وما يبقاش الخلافات اللي ما بينهم تأثر على ولادهم، وعشرة السنين برضو هم ما بينهم 10 سنين كتير. فربنا يوفق السقا ويوفق مها ويعوضهم خير هما الاتنين ان شاء الله.